أهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من قصة وعد تحت رداء العقرب. في الجزء الثاني شفنا كيفاش لينا مستلمتاتش السطوات ديال هشام العقرب، وفرضات عليه شروطها باش ترجع لدارهم بقدرها وشانها وتخرج عروسها قدام الجيران والهديان. وشفنا كيفاش العقرب نفذ وعده ورجع للحومة بالضيافة الذهب والهدايا الفخمة لدهشة الجيران، وخلت النميمة تفرق في كل قنت في الحومة. ولكن ليلة العرس ما كانش كيف كتمناها لينا. في اللحظة اللي الدرب كامل كان كيتشتا ويفرح، دخل الزبير لبيت بنته ووجهه مخطوف بالرعب باش يكشف لها السر اللي غيقلب الطبلة على كل شيء، وباللي العقرب باغي يستعملها كطعم في حرب قديمة. واليوم غنعرفو النهاية الصادمة لهاد الحكاية. إلا كنتو واجدين تعيشوا معايا هاد 30 دقيقة من أعلى درجات التشويق والدموع والانتقام، ما تنساوش تخليو لايك دابا واشتركوا في القناة إلا كنتو أول مرة كتشوفونا، حيت هاد النهاية عمرها غطيح لكم على البال. دابا غنرجعو للبيت لينا فين وقف وراها خيال مظلم، ونبداو الجزء الثالث والأخير ديالنا. الزبير الأب كان طايح على ركابيه، يديه كيرجفوه والدموع نازلين كيجريو على وجهه اللي شرف قبل من وقته. لينا كانت واقفة مستمرة في بلاصتها، ما عارفة راسها باش تبلات، شادة في صدرها وكتحس بنبضات قلبها غيخرجوا من وسط ضلوعها. لينا بصوت مخنوق والدموع: هربي؟ كيفاش نهرب بابا؟ والناس اللي برا والذهب وهاد الهيلله كامله اللي دارها العقرب في الدرب، واش بغيتيني نمشي ونخليك لقمه سائغه غالي؟ بابا جرها من يديها وجلسها في الارض حداه، وبدا كيهضر بصوت خافت بحال الا خايف حتى من الحيوط تسمعو: الزبير، سمعيني يا بنتي، هادشي كامل كدبه. هشام ما جاش يتزوج بيك حيت بغا يديرك لاله العيالات. السر القديم كبر منا كاملين. فاش كنت مع عائلة العقرب شحال هادي، الأب ديالو عتقني من الموت، ولكن المقابل كان غالي وغالي بزاف. أنا كنت الشاهد الوحيد على واحد الصفقة ديال السلاح، والفلوس اللي تسرقات من عند عائلة أيمن اللي هو أخطر مجرم في الغرب. الأب ديال العقرب مات وهو مخبي هاد السر، واليوم هشام كيسحب ليه بلي أنا اللي خنت العهد وعطيت الخبار لأيمن. دينا حطت يديها على فمها بالصدمة وعينيها كبارو. لينا، يعني يعني العقرب باغي ينتقم منك فيا أنا؟ بابا هو كيبكي، هو باغي يستعملك كطعم. عارف بلي أيمن باغي يصفيها لينا، وعارف بلي إلا دار العرس في الدرب أيمن غيجي باش يقتلني وياخد طارو. العقرب باغي يجمعنا كاملين في شبكة وحدة ويفجر الدرب. فجأة كيتفتح الباب بواحد البطء شديد لدرجة صوت الزيار ديال الخشب كيتسمع. لينا وباباها حبسوا الأنفاس ديالهم. الخيال اللي دخل للبيت ما كانش خيال هشام، كان راجل طويل لابس كبوت كحل طويل وملامح وجهه كتقبض القلب. الشوفة فيه كتخلعك، وجهه فيه جرحة قديمة باينة تحت ضوء البولة. كان هو أيمن بشحمه ولحمه. أيمن وهو كيشوف فيهم بابتسامة مرعبة، وفي يديه فردي مجهز بكاتم الصوت: أهلا بلالا العروسة،
وأهلا باه الخيل الكبير، يسحب بكم العقرب غيحميكم مني. ها، العقرب راه رماكم ليا بحال الحمل الكلاب. لينا كتسمع فهادشي وهي مخلوعة، ما عرفت راسها باش تبلات، ما عرفت راسها شنو واقع بهاد الأحداث اللي حدث ورا حدث كيقلب ليها حياتها بهاد الطريقة. ما فهمتش كيفاش دخلت لواحد العالم كبر منها، عالم فقط كانت كتسمع به في الأفلام والمسلسلات. أيمن قرب لمسة ثقيلة، كيتمشى بصباطو اللي ملوث بالطين والدم فوق الزربية الصغيرة ديال بيت لينا، وخطوة على خطوة كتسمع بالجهد بحال تحت من صباطو شي باف مجهد. هز يدو اللي فيها الفردي وحطها نيشان على جبهة الزبير. أيمن وهو كيتكلم باستهزاء: يلا الزبير، فين هي الأمانة القديمة، الوراق ديال المخازن والفلوس اللي دفرتيها مع الأب ديال العقرب؟ إلا نطقتي دابا غنخلي بنتك تموت موتة سهلة، وإلا سكتي غتشوفها كتعذب قدام عينك. لينا واخا كترعد والخلعة قاتلاها، ولكن عزة النفس ديالها ما خلاتهاش تسكت. وقفات قدام أيمن ودرقت عليه باباها. لينا كتكلم بصوت كيرجف ولكن فيه تحدي: إلا كنتي راجل بصح وهاد الهبة كاملة عندك، ما تخدمش بالنسا كدرع واقي. انت وأيمن انت وبابا والعقرب كاملين بحال بحال، كتضاربوا على الفلوس والدم وحنا الضحية. أقسم بالله إلا قيستي بابا حتى نكون أنا نهايتك. أيمن ضحك ضحكة هستيرية خلات الصدى ديالها يدور في البيت. عندك الشجاعة. باينة تربية العقرب بدات كتعطي مفعولها، ولكن الشجاعة ما كتعتقش من المتزن. في هاد الدقيقة بالضبط الزنقة برا تقلبات، أصوات غوت الجيران، فرامل السيارات قوية بزاف، وصوت ديال فريع البيبان. أيمن وجهو تخطف وعرف بلي طاح في الفخ اللي نصب. الصوت من التحت صوت رجالي قوي، ما كان محاصر اللي تحرك غادي يموت. كان هداك هو صوت رجل من رجال العقرب. فجأة ما بيهم ما عليهم كانوا كيسمعوا الصوت بعيد، فجأة تفرقع عليهم الباب ديال البيت، تفرقع وتشتت الخشب في الأرض بواحد الطريقة اللي تقول أن إعصار ضربو. دخل هشام العقرب بوقفته الفاخمة، خلات البيت يضيق أكتر. عمره 42 سنة، ولكن الحركات والسرعة كانت كتقول بلي هاد الراجل عبارة عن آلة حرب، بلي هاد الراجل عارف راسو مزيان شنو كيدير. وهاد السنين كاملة اللي دازت في عمره ما دازتش في الرفاهية، بل دازت في ظروف صعبة وحروب كتيرة ومآسي كبر من العمر ديالو، وخرجت منه رجل صلب ما كيتزعزعش وما كيستسلمش للظروف. كان لابس قميص بيض ملوث بقطرات ديال الدم في جهة الكتاب، وشعرو الكحل مطيح على جبهتو بعشوائية كتثير الانتباه. عينيه الحادين كانوا كيلمعوا بواحد الغضب مخيف، ويديه اللي شد بهم الفردي كان العروق ديالهم مبينين وواضحين وغيطرطقوا كيجذبوا للنظر. هشام هو كيتكلم بصوت مبحوح وهادئ
بشكل مستفز. أيمن، كبرتي وعمرك ولا كيدخلك لبيوت العرايس في نصاص الليل. نسيتي بلي هاد العروسة ديالي، ونسيتي بلي شروطها كيتنفذوا عليا انا بوحدي، ونسيتي بلي ما عندكش الحق تدخل هاد الدخله على الحرمه ديالي. ايمن، غفلهم هو يجر لينا من عنقه وحط الفردي على راسها، وهو يدور وكيشوف في العقرب وتيقول له لوح السلاح على العقرب، وإلا غتخرج من هنا بجثة خطيبتك المزيونه. هشام مرمى لا سلاح لا والو، فقط دار واحد الشوفة خفيفة في لينا، كانت نظرة ديال ذكاء وتواصل غريب، مع انهم ما تواصلوش مع بعضياتهم بزاف، وانما ديك النظرة فهمتها لينا مزيان، اشارة بلمح البصر، وبكل ما عندها من قوة وجهد ضربت ايمن بصباطها ديال العرس في رجليه، وعضاتو في يدو اللي شاد بها الفردي. ايمن تفاجأ وغوت وطلق منها، وفي نفس الاجزاء من الثانية كيتسمع واحد الصوت ديال قرطاسة قوية. هشام. قرطاسة ديال هشام كانت دقيقة لدرجة ما كتصدقش، جاتني شاف كتفو اليمين اللي طاح في الارض كينزف. رجال العقرب دخلوا في ثواني، جمعوا ايمن بحال الكفن وخرجوه قدام عينين الجيران اللي كانوا مجموعين في الزنقة، مخلوعين ومصدومين من هذا الفيلم اللي ناض في دربهم. هشام قرب من لينا، حط فرديه في حزامه وشاف فيها بتمعن، مشى جهة الزبير اللي كان كيبكي، ووقفوا بيد وحده بكل سهولة. هشام تلفن عند لينا وقال لها باك الزبير ما خانش العهد لينا، باك كان باغي يحميك من ايمن شحال هادي، وداكشي علاش خبى الوراق. انا درت هاد السيناريو كامل وهاد الهدايا والعرس وسط الدرب حيت عارف بلي ايمن حاط عينيه على الدرب وحاط البرقاقه ديالو، وعرفتو بلي باغي يجي يقتلكم كاملين وياخد الوراق. انا جيت فقط نخلص الديون القديمه ونقضي على السر اللي مهدد حياتكم. لينا مسحت دموعها وقربت منه حتى ولا صدرها لصق في صدرو وشافت فيه مزيان. هي هسي العقرب والشروط ديالي والعزل والشعر اللي طلبت، واش كان حتى هو غير جزء من الخطة ديالك؟ هشام ابتسم ديك الابتسامة الرجولية الغامضة اللي كتذوب الحجر، ودوب صباحو باردين على وجهها ببطء. شروطك هي اللي خلاتني نتسيق بلي انتي ماشي بحال كاع العيالات، عزة نفسك هي اللي عتقات حياتك وحياة باك. الليلة انا ما جيتش ندي جارية للقصر، انا جيت ندي ملكة اللي غتحكم في العقرب وبلاطو. هشام رغم السن ديالو وقف وسط البيت وحط يدو في جيبو، والنظرة ديالو لينا كانت فيها واحد العاطفة غريبة مخبية ورا الجمود ديالو. الأب ديالها خرجوه رجال ديال العقرب باش يوجدوا ليه طريق الخروج من المدينة، حيت واخا ايمن ولا تحت القبضة ديال العقرب، وانما راه عنده الاعوان ديالو، يقدر اي واحد في اي لحظة يقدر يفكر انه يأذيه. وبقات لينا بوحدة مع هذا الراجل اللي عنده 42 سنة ديال الخبث والدهاء. لينا بصوت كيرجف وعينيها كيلمعو ما تسوقاش لهضرتو الاولى، وقالت له يعني هادشي كامل كان ملعوب، الهدايا الضيافار حديد الجيران والعرس اللي وقف الحومة على رجل وحده، كلشي كان غير مسرحية باش تجر ايمن وتصفي الحساب القديم. هشام قرب منها ببطء، كل خطوة ديال صباطو الكلاسيق فوق الخشب كانت كتسمع بحال دقات الساعة. وقف قدامها نيشان بكل هدوء، حيد ليها الشال اللي كان مطيح على كتافها ومسح بيه قطرة من قطرات الدم
اللي طارت ليها على وجهها بسبب القرطاسة اللي ضرب بها السي أيمن. هشام هو كيتكلم بصوت مبحوح وهادي: في العالم ديالي يا لاله لينا، الا ما لعبتيش بالبيادق غيلعبوا بيك، غتكوني انت هي الضحيه. باك الزبير غلط فاش كان كيتعامل مع ايمن ضدي، ولكن انا ما كيعجبنيش الظلم. ايمن كان غيذبحكم كاملين الليله، كون ما درتش هاد الهيلاله الشروط العاز والجان هي اللي عتقاتكم، حيت خلاتني نجمع كاع رجالي في الدرب بلا ما يعيق ايمن. لينا وهي كتكلم بعزة نفس: ولكن كدبتي عليا، رجعتيني للحومة بحال لالات العيالات، انا غير طعم في صنارتك. هشام شاف فيها نيشان وعينيه الكحلين صغارو، يعني حقق فيها الشوفات بصح، وقالها: شوفي من الاخر، طعم كيموت فاش كيتعض، وانتي واقفة قدامي حية وبكل كبريائك، وانا وفيت بوعدي، خرجتي بشانك قدام الدرب كامل، ودابا جا الوقت باش توفي بالوعد ديال باك وتمشي معايا للقصر. ولكن هاد المرة غتمشي معايا بالرغبة ديالك، حيت عارفة بلي ورا هاد الحيوط كاين الرجل الوحيد اللي يقدر يحميك من دياب هاد المدينة. ركبت لينا في الطوموبيل كحلة فخمة كلاسيك المرة الثانية، ولكن هاد المرة الإحساس كان مختلف. ما بقاش الخوف الأعمى والدهشة والصدمة اللي كانت فيها المرة الأولى، تعوض بواحد النضج قاسي. شافت من الزاج اللورا بانت ليها الحومة كتصغار، وبانوا ليها الجيران واقفين في الزناقي كيوشوشو كيف العادة، ولكن هاد المرة كانت الوشوشة غريبة، كانت الوشوشة أسطورية على هاد الليلة الأسطورية نيت اللي سالت بالبارود. هشام كيسوق بهدوء، شعل القارو والدخان كيدور في الطوموبيل، الصمت بيناتهم كان ثقيل كتر من صمت شخص ما كيتكلمش. وفي ديك الطريق الطويلة لينا كانت كتهضر مع راسها، بقات راسها كتغير في ديك الغرفة الضيقة الدرب. هاد الراجل اللي جالس حداها، هاد العقرب اللي عمره 42 سنة، واخا كيخلع ولكن فيه واحد الأمان غريب، والجاذبية ديالو كتجذبها بطريقة ما كتخيلهاش وما كتحش بها. فيه واحد الأمان مسموم ولكن كيغري أي مرة باغية القوة. وصلوا للقصر في نصاص الليل، الحراس فتحوا البيبان ديال الحديد الكبيرة بكل احترام ونحانوا ليهم. دخلت لينا الجدران القصر الباردة، ولكن هاد المرة ما مشاتش تخبى تحت الغطا بحال المرة الأولى، مشات وقفت وسط الصالون الكبير الملكي ودارت جيت سي هشام اللي كيحيد الكبوط ديالو. لينا بصوت ثابت وقوي: مسيو هشام، اللعبة القديمة سالات ودابا غتبدا لعبتي انا. هشام حبس ودار عندها، وعلامات التفاجؤ والابتسامة الساخرة مرسومة على وجهه. ها ياك لاله لينا، اري ما عندك، غيعجبني نشوف هاد النار اللي الداخل ديالك فاش كيفيق. لينا، انا ما غنكونش زوجة في الظل، وما غنكونش مجرد ديكور في هاد القصر الفخم. الا بغيتي لينا تكون معاك، بغيت حقي في كاع الصفقات،
بغيت نكون أنا العقل المدبر وراك، وبغيت هاد القصر يتفتح ليه الشراجم ويمشي منو هاد الظلام. أنا غنكون لالة العيالات في هاد المدينة، والكل غيحسب ليا ألف حساب قبل ما يوصل لك. هشام حيد كبوطو وحطو فوق الكوافوزة، وبدا كيخطوي عنده خطوة ورا خطوة وبشوية عليه، وهي كتشوف فيه كيتقدم منها وقلبها كيضرب في المية. هشام قرب منها بالطول ديالو الفارغ وعضلاتو اللي باينين. وعضلاتو الباينة تحت من الشوميز البلون اللي كان لابس، اللي هامرة بالدم ديال ديك المجزرة اللي دار في الدرب. ورغم هادشي كامل كيبان فواحد الكاريزما لا تقاوم. حتى يدو على وجهها حطها بواحد الحنية ما طيراش، رغم ان يديه قاسية وصلبة، انما دار في حسابه ان هاد البنت اللي معاه بريئة. وهاد المرة النظرة ديالو كانت فيها احترام حقيقي وتملك مخلط بالحب. لينا بينها وبين راسها كتقول اش هاد النظرات هادي؟ النظرات ديالو كتبين بلي هاد السيد عشقان وولهان، ولكن انا ما كنعرفوش. يعتبر هذا هو ثالث لقاء بيناتنا تقريبا. هشام كيقاطع الصوت الداخلي ديالها وكيتكلم بصوت دافئ ومبحوح. هذا هو السبب اللي خلاني نختارك، عقل كيوزن ذهب وعزة نفس تهرس جبال. ليك داكشي اللي بغيتي الملكة العقرب. من اليوم كلمتك من كلمتي، وكلمتك تسبق كلمتي في هاد البلاط. ايوا سيدي المشاهدين، دازت سنة كاملة على هاد الأحداث ديال القصر ما بقاش بحال داك السجن الموحش، ولا شراجم كاملين محلولين، الجردة مصلوحة ولا فيها النوار والضو مغرق المكان. لينا دارت اللمسة ديالها في هاد الدار، بدلت الألوان الكئيبة اللي كانت، عطاتها وجود وحضور ونتاوي. وليتي غير كتوصل لباب الدار كتعرف باللي أنثى عايشة فيها، وماشي أي أنثى العقرب. لينا كانت واقفة قدام المراية الكبيرة في صالونها الملكي، لابسة قفطان مطرز مخزني باللون الأخضر الملكي ومطرز بالذهب والصقلي، وفوق كتافها رداء أسود فخم ديال المبرة، وماشي أي مبرة، المبرة الحرة، مطرز في الظهر بعقرب كبير مذهب، الرمز اللي كيرمز القلب ديالها. اسمحوا لي بغيت نقول الزوج ديالها. ملامحها ولات كتنطق بالهبة والوقار والنفوذ. تشوف فيها ما تقولش هذيك هي لينا اللي عندها فقط دابا 19 سنة. دخل هشام العقرب بكل كاريزما وشباب متجدد، قرب منها من اللور، حط يديه على خصرها وشاف انعكاس صورتها في المراية وابتسم. جا معاك سلام العقرب على لينا، ولا كيبان مصاوب على قبلك وهو كيتكلم وكيشم في خصلات شعرها الكحل اللي طويل. لينا ابتسمت بثقة وسحر وشفت فيه في عينيه نيشان. انا بعض المرات كنقول هاد النظرات اللي كدير فيا تقول بلي كتعشقني 7 سنين هادي اولا 20 سنة هادي.
ما تقولش بلي كتعرفني غير عام هذا. هشام العقرب شاف فيها ودار واحد الضحكة غريبة، قال لها وباش عرفتيني كنعرفك غير عام هذا؟ قالت له حاجة بينا، حتى أول نهار فاش جيتي كتقلب عليا ما كنتيش عارف وجهي، حتى دلوك عليا الاعوان ديالك. قال لها عمري 42 سنة بصح، ولكن ملي وانا عندي 36 عام وانا كنعرفك. واش انتي كنتي كتظني بلي انا فقط ما بين ليلة ونهار غادي نجي نقلب على داك الوعد القديم؟ ملي كان في عمرك 12 عام وانا كنشوفك ومتبعك، وحشبت نقول بلي ملي انتي وعندك 12 عام وانتي سالبه لي عقلي بواحد الطريقه ما كتصورش، كان بامكاني انني نوقف ايمن شحال هادي، ولكن ملي سمعتو غيجي يتقدم لك ملي وصلتي للسن القانوني صافي ما بقى عندي ما نصبر. لينا كتصنت ليه واستغربات ويتقول له هي وقعتي في حبي وفي غرامي اكثر ما كنتصور، واش كتكلم بصح؟ قال لها واش كتصحابيني كنتفلا؟ بقات كتشوف فيه ويقول لها من اليوم السلام ديالي ديال العقرب ما يتحيد من كتافك، في كل قفطان لبستيه وفي كل تكشيطه لبستي ديما فوق كتافك، باش اللي كيعرفك واللي ما يعرفكش يعرفك راكي ملك ديالي بوحدي. بابتسامة بالثقة وبسحر وواحد الغرور شافت لي في عينيه نيشان وهي تقول ليه انا ما لبسش غير السلام وصافي، انا لبست العقرب شخصيا، انا تملكيت العقرب براسو، العقرب براسو وبالجبروت ديالو واقع في غرامي مخطوف النفس، والوعد القديم اللي بدا بالدم انا اللي رجعته اكبر انتصار لحياتنا. ويضحك العقرب. وهنا كتوصل نهاية القصة، قصتنا واحد تحت رداء العقرب، الحكاية اللي بدات بخوف وبصدمة ودموع وسط الحومة وسالت بمملكة حب ونفوذ، تولدات من وسط البارود. لينا فرضت وجودها وشروطها وبينات باللي المرأة بالذكاء والعزة ديالها تقدر تروض أقوى وأخطر رجال. شكرا لكم بزاف من القلب حيت تتبعتوا معايا هاد السلسلة من الجزء الأول حتى لهاد النهاية الطويلة. إلا عجبتكم القصة وطريقة السرد ما تبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناة، وخليوا لي تعليق شنو هو أكثر مشهد أثر فيكم وشنو تبغيو تكون القصة الجاية. تهلاو فراسكم ونتلاقاو في حكاية جديدة كتشد الأنفاس.